السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي. كنتمنى يلقاكم في أتم الصحة والعافية. عواشر مبروكة بكل ما تمنيتو إن شاء الله. الفيديو تاعنا اليوم عبارة على لينيم، كيجيو بريوات وكيجيو سيجارات على حسب الرغبة. أنا اليوم درت معكم بريوات. بالنسبة للسيجار باغا نديرهم في وصفة أخرى إن شاء الله، حتى هي كتجي سهلة وسريعة. تقدروا ديروهم بالورقه تاع البسطيله اولا ديروهم بالعجينه تاع المسمن، كنزيدوا فيها واحد شويه تاع الزيت، كيجيو كذلك رائعين. مازال ان شاء الله غنشارك معكم سيجارات بحشوه اخرى، افكار لرمضان ان شاء الله، حيت كنحيروا في الوصفات تاع الافطار شنو نديروا في الفطور، شنو نديروا اليوم، شنو غنديروا غدا. انا حاولت انني نخلي لكم افكار في القناه. الوجبات اللي غنبدا انا نحضرهم ان شاء الله لرمضان غدا نحطهم لكم في القناه، ونبقاو ان شاء الله على تواصل. كتكون هذه النتيجه ديال البريوات تاعنا، كيجيو ما شاء الله غزالين، وان شاء الله غادي يوليو معتمدين عندكم، ما غتستغناوش عليهم. ندوزوا المقادير. بالنسبه للمكونات فهي بسيطه، ما عندناش شي حاجه كثيره او لا غاليه اللي ما غنقدروش عليها. كناخذوا بصله متوسطه او لا جوج صغار. عندي صدر ديال الدجاج مقطع مكعبات، من الاحسن يكون الدجاج عندكم بيت. ملي تشريو الدجاج ما تقطعوش في هذاك النهار، خليوه يبات في شويه تاع الحامض، شويه سكينجبير. كناخذ شويه تاع القيمرون. هنا الا شريتو 10 دراهم تاع الكروفيت راه كافياكم. عندي وريقه تاع النعناع، خديت واحد العود ديال النعناع، خديت لي الوريقات ديالو غسلتهم مزيان. عندي تومه كبيره، والمكونات عندي مليحه وبزار وشويه العطريه ديال الحوت. البصله كيف قلت لكم وحده كبيره اولا جوج متوسطين. غنحتاج معلقه صغيره ديال لاصوص صوجا، كتعطي واحد النكهه رائعه في الحشوات ديال السمك، كتعطي نكهه رائعه لاصوص صوجا. غير هي كتنقصوا من الثومه لانها هي مالحه، يعني الا درتو معلقه صغيره حاولوا انكم ديروا غير نص معلقه مع عامراش ديال الملحه في الحشوه. ودائما كنبقاو نذوقوا ديما الملحه على حسب الذوق. كناخذ الصدير تاع الدجاج تاعي من بعد ما قطعته مربعات باش نعاون لها شوارط حليه. درت معاه الكروفيت، وريقات ديال النعناع اللي غسلتهم من قبل وخليتهم ينشفوا، واحد الثومه انا طحنتها مع الدجاج، ولكن من الاحسن تتحكوها في الكاسرونه اولا المقيله اللي تكون كتقلى فيها الحشوه. من الاحسن نحكوها حيت ما طحناش ليا مزيان مع صدر الدجاج. بقى ليا واحد الطرف كبير عاودت دوزته في الحكاكه باش تعطيني ديك النكهه تاعها. القشور تاع الكروفيت من بعد ما نقيته، انا شللته من قبل، غسلت الكروفيت عاد نقيته خديته طحنته مع صدر الدجاج والقشره باش تبقى ليا فيها البنه، ما نغسلهاش بزاف المرات. نيشان كنضيف عليها الماء من الروبيني عادي، وكنحطها فوق من البوطه كتغلى حتى كدير واحد الكشكوشه فوق من ديك الشوربه. هذا صدر الدجاج من بعد ما تطحن كيجي على هذا الشكل. تقدروا تقطعوه رقيق اللي ما كيبغيش كفته تاع الدجاج او كفته ديال البيبي، يعني لا داند، كتقطعوها رقيقه مع الكروفيت هو مقطع رقيق، كيجي حتى هو حشوه رائعه. مطحون هكا حيت لينا معروفين انهم كيكون فيهم الكفته، ما كيكونش فيهم داكشي مقطع. كناخذ مقيله كندير فيها شويه ديال الزيت نباتيه، كندير البصله هي الاولى، خاصني نشحرها مزيان مع شويه تاع المليحه حتى تهبط تدبل ليا مزيان. انا زدت واحد شويه لاني الكميه اللي درت ديال الدجاج كان خاصه مازال شويه ديال كان خاصه شويه البصله، يعني جاتني قليله وزدت شويه. كنضيف معلقه صغيره ديال عطريه الحوت، معلقه صغيره مع عامراش ديال الملحه، نص معلقه ديال البزار. تقدروا ديروا بزار بيض الا عندكم حتى هو كيعطي واحد النكهه زوينه، انا عندي غير هذا البزار كحل درتو. صافي كنخلط المكونات تاعي وكنحطهم فوق من البوطه حتى كتدبل ليا ديك البصيله وكتهبط مزيان. كنضيف معلقه صغيره ديال لاصوص صوجا عامره، كيف قلت لكم كنقص الملحه حيت لاصوص الصوجا كتكون مالحه. من بعد ما هبطت ليا البصله مزيان تشحرات وشربت العطريه، كنضيف ليها صدر الدجاج اللي طحنت من قبل، وكنبقى نخلط حتى كتفرتت ليا ديك الكفته تاع الدجاج. وتقدروا ديروا الكفته تاع لادان حتى هي كتجي في هذه الوصفه زوينه. كنبقى بحال هكا معها بالخاطر حتى كتفرتت ليا ديك الكفته، وكنعاود نرجعها فوق النار حتى كطيب مزيان. كتبقى هي كطيب وانا كنضربها بالسباتول بحال كنفرقها على بعضياتها بهذا الشكل هذا، بشويه بشويه. كتبغي شويه الخاطر، ومني كتدخل البصله حتى هي وسط من الكفته كتعاونها انها تفرتت. صافي من بعد ما بردات كتقدروا تفرتوها غير بيديكم. ديك الكفته لا بقات لكم مكوره او لا يعني ما بغيتوش تعصبوا معها ما تضيعوش الوقت. المهم عندنا حنا هي انها طيب، وشحال ما طابت غير شي شويه كتبقى بنينه، ما طيبوهاش بزاف حتى تنشف. كيف كتشوفوا راه باقي عندي ماشي فيها الماء، ولكن كتبان لكم كتلمع، يعني ماشي ناشفه كاع وقفات في الزيت ديالها. طيبتها غير شويه ما كيبقاش فيها الماء. صافي كناخذ الشعريه الصينيه ديالي، انا خديت هذه ديال
ديال اللوبيا، لان الاخرى اللي كطيب هي ديال الروز، ولكن تاع الروز كتبغي طيب في الماء ماشي تكبو على الماء سخون، يعني كديري لها الماء غليان وتخليها طيب واحد 3 دقائق عاد كتصفيوها. هنا خديت الشعريه ديالي غير باكيه صغيره، الا بغيتو تدوبلوا المقادير غديروا باكيه كبيره اولا 2 صغار، كنكب عليها الخليط ديال الشوربه تاع القشور القمرون اللي صوبت. الا جاتكم شوربه قليله عاودوا زيدوا شويه تاع الماء وعاودوا غليو هذوك القشور تاع الكروفيت وزيدوا فوق من الشعريه، راه غادا تطلق لكم. انا هاد الكميه اللي درت تاع الماء كافياني، بقيت غير كنحل هكا الشعريه نفكها من بعضياتها باش كتغطى ليا بالماء كامله صافي، وكنخليها واحد 2 تاع الدقائق ما كنفوتهمش، غير كتبان لكم بياضت وشربات شويه داك الماء تاع الكروفيت صافي، وكتصفيوها ما تخليوهاش طيب بزاف. معروفه على الشعريه الصينيه انها غير كتبغي ترخشي شويه في الماء طيب صافي وكنحيدوها منه، عكس الاخرى اللي مربعه اللي في الباكيه اللي فيها الحمر كتبغي هذيك الطيب شويه فوق من البوطه صافي. من بعد ما دازت 2 دقائق كيف كتلاحظوا الشعريه تاعي صافي ولات مطلوقه. خديت واحد الطاسه اللي نقيه وصفيت فيها الشعريه ديالي صافي، وغادي نرجعها في البول. من بعد غنقطعها بشي مقص يكون تاع الكوزينه نقي، كتقطع مزيان باش تكون رقيقه وما تعذبكمش في الحشوه صافي. كنخلي الشعريه تاعي تقطر شويه وما تعطلوش عليها. الشعريه كديروها في اخر مرحله لانكم شحال ما خليتوها كتجمد وكتلصق على بعضياتها. من بعد ما سفرتات ليا الكفته ديال الدجاج مزيان صافي ولات على هذا الشكل انسجمات مع البصله، كناخذ الشعريه الصينيه اللي قطعتها من قبل وكنضيفها للخليط. كنحاول اني نخلط غير بايدي مزيان لانها بالمعلقه ما غاداش تخلط لكم مزيان، خلطوها بصبيعاتكم غير بشويه حتى كينسجموا ليا العناصر مع بعضياتهم. اللي كيبغي اللوين يدير شويه الخرقوم عرق فاش كتكون كتشحر البصله. ملي درنا العطريه ديال الحوت تقدروا تزيدوا شويه تاع الخرقوم بلدي مطحون اللي كيبغي اللون. بالنسبه لنا كيمشيو هكا بيضين. انا الوصفه موالفه كنصاوبها بحال هكا واخدها من عند طباخه ما شاء الله عليها، طيابها غزال وكانت عطاتني الوصفه وجربتها وقررت اني نشاركها معكم. خديت الورقه تاع البسطيله كبيره، غنوريكم الطريقه اللي كنستعمل انا في التقطاع. كتقدروا تقطعوها على 4 وتخدموا بها السيجارات، كما يمكن لكم تاخذوا الورقه صغيره وتقسموها على 4 يعني بالطول وبالعرض بحال الزائد، وتعمروها سيجارات كتلويو الجناب على بعضياتهم وكتبرموهم وكتلصقوا بالطحين مع الماء كيجيو عاوتاني غزالين. كتقدروا تحيدوا هذوك الجوانب اللي ناشفين، انا ما احتاجيتش اني نحيدهم. غادا نوريكم الطريقه من بعد مني كنجمع البريوه. الى شايطه عندي شويه الورقه عاده كنقطعها، كنحاول انني نجيب مستطيل مقاد ما نميلش. بالنسبه لهاد الجوانب انا ما غاداش نضيعهم، كنخليهم على هاد الشكل وكنخدم بهم كيف ما هما. غادا نوريكم ان شاء الله الطريقه ديالتهم. كاينين بعض الاخوات كيوحلوا في هذاك القنت اللي مقوس يعني كيفاش غيخدموا به بريوه اولا سيجار، غنوريكم الطريقه ديالو ما غاداش توحلوا فيهم ان شاء الله. صافي كنجيب الحشوه ديالي من بعد ما وجدت الورقه، يا اما تحطوا الحشوه تاعكم في شي اناء اولا تخليوها في نفس المقله اللي خدمتوا بها ماشي مشكل. المهم كنحط كلشي حدايا باش ما نبقاش نضيع الوقت اولا نمشي لهنا ونجي. كنحط كلشي اللي غنحتاجو نوجدو حدايا. اللي كيتحلوا لها البريوات اولا بغات تقليهم في الزيت تلصق بشويه ديال الدقيق مع الماء، تخلط شويه العجينه الدقيق والماء شويه يكونوا جارين، تلصق بهم القنت الاخراني تاع البريوات اولا السيجارات. انا غنطيبهم غير في الفران ما نحتاج انني ندير لهم الدقيق، وغنوريكم الطريقه كيفاش كنسد واخا كنقليهم في الزيت ما كيتحلوش ليا. بالنسبه للحشوه تاع الدجاج مع الشعريه الصينيه راه ما كتحلش في الزيت، خاصكم غير تسدوا البريوه مزيان. كناخذ الورقه تاعي كتكون اصلا مدهونه قبل بالزيت يعني ما نحتاجوش ندهنوها. الا شريتوها ناشفه حاولوا تدهنوها كلها بشويه تاع الزبده، كندوب شويه الزبده لا بريري ولا اللي عندكم. كندهن الورقه تاعي كامله عاده كنطوي على 2 وكنقطعها كتكون موجوده من قبل. كنحط شويه تاع الحشوه في الوسط وكنطوي على هذا الشكل. كديروا واحد الخط يعني خط مقاد ماشي مايل. كنحط صبعي في القنيت يعني ملي كنبغي نطوي القنت كنحط صبعي باش كتجيني الحشوه كلها داخله لداخل وكنسد بالورقه عليها. كيف كتشوفوا دائما الصبع كيكون محطوط في القنت اللي غادا نلوي عليه البريوه. داك القنيت اللي كيبقى كندخلو تحت من الطيه تاع البريوه اللي عندي. كنتمنى يكون الشكل واضح والطريقه واضحه لكم. وكتكون هذه البريوه تاعي مغلفه مزيان ما كتخرجش منها الحشوه، سواء قليتوها في الزيت اولا طيبتوها في الفران ما كتحل ما كطرى لها حتى شي حاجه. نتيجتها رائعه الصراحه. ودائما اختاروا الورقه اللي تكون رقيقه ملي تمشيو تشريو الورقه
دائما ردوا بالكم السيد اللي كيطيب واش داير ورقه رقيقه ولا ورقه غليظه، شحال ما كانت غليظه شحال ما تحلات لكم وتكسرات، بالاخص حنا في شهر رمضان يعني اولا غير في الايام الاخرى ملي كتخرج لنا شي وصفه كميه كثيره كنبغيو نحتفظوا بهم في الكونجيلاتور، يعني باش غنجمدوهم خاص الورقه تكون رقيقه شويه ما تكونش غليظه باش ما تهرسش من بعد. كنعاود ندير واحده اخرى، كنحط الكميه اللي بغيت ديال الحشوه. كنتمنى يكون واضح لكم الشكل. دائما كنحط صبعي في القنت اللي انا غادا نطوي عليه، كنحط كيف كتشوفوا صبعي دائما كنحطو كنجر به الورقه تحت من البريوه باش ما تخرجش لي الحشوه من بعد، وكندخل داكشي اللي بقى ليا الورقه في داك الجويب اللي كيكون الاخر، وكتكون هذه البريوه تاعنا. بغيتو ديروهم صغار اكثر من هكا تقدروا تصغروهم، انا هذا الحجم كيجيني مزيان كنكتفي به. كنعاود ناخذ ورقه اخرى، تقدروا تحلوا كاع الوريقات اللي عندكم بحال هكا تحلوهم على بعضياتهم وتحطوهم في شي اناء تما في الجنب. غنوريكم واحد الطريقه ثانيه غنصاوب جويب وغنعمرو مباشره. هاد الطريقه كتجي سهله جدا غتنفعكم. كنحل الجويب اللي عندي وعاد كنعمرو بالحشوه وكنكمل البريوه ديالي. كنعمرها بالقياس اللي ما غاديش يعاود يخرج ليا من الجناب اولا منين نبغي نطويها ما يحنيش. صافي كندير فيها القياس اللي غادي يعمرها، ودائما كنحيد الشعريه من الجناب. الا خرجت لكم الشعريه الصينيه حاولوا انكم تنقصوها. صافي من بعد ما شفت الكميه كافياني كملت الطي تاع البريوه ديالي بهذا الشكل. وإلا شاطت ليا شويه الورقه كنحيدها وكنجمعها بنفس الطريقه. جات سهله وسريعه دغيا هكا غتعمروها ما غاداش تمحنكم والتشكيل ديالها كيجي زوين. نعاود معكم وحده اخرى، نتمنى يكون الشرح باين واضح. كنعاود نسرح الورقه ديالي، كناخذ وحده اخرى غير بشويه. الورقه الا كانت رقيقه حاولوا عليها باش ما تقطعش لكم. داكشي اللي قلت لكم ملي تمشيو تشريو الورقه ردوا البال اللي كيطيبها خصها تكون صحيحه. كندير خط مستقيم سواء في هاد الجويب اولا ملي كنكون كنعمر راه نفس الطريقه. كنحلو شويه الجويب وكنعمروه بالحشوه. كنحاول نخلط هزو شويه الدجاج شويه الشعريه باش ما تجيش شي بريوه ضايعه. كنعمر بالقياس وكنجمع الشعريه كلها تكون لداخل. الا جاتكم الحشوه كثيره حاولوا تنقصوا منها، جاتكم البريوه باقا خاويه زيدوا شويه. تعرفوا غير كيفاش تجمعوها راه ما تحل لكم ما حتى شي حاجه، كتجي زوينه وطريقه سهله صراحه دغيا كيعمروا بها البريوات. كنكمل كنحط صبعي في القنت وكنعاود نحط صبعي في القنت الاخر. كنعاون البريوه تاعي باش تجي شاده راسها والورقه كتجي حتى هي واقفه. كيف كتشوفوا كيجيو القنيتات واقفين كتجي بريوه زوينه. القنيت اللي بقى ليا دخلته في الجويب حتى هو كيف كتشوفوا. حاولوا انكم تثبتوه مزيان. الا شفتوه ما غاديش يثبتوا لكم ديروا شويه تاع الدقيق مع الماء ما خسرتوا والو. كتكون هذه البريوه تاعي مقبوطه وشاده راسها مزيان كيف كنقولوا ملمطه ما كتحلش من بعد في الطياب. صافي كنستمر بنفس الطريقه اللي جاتكم سهله استعملوها. انا هذه معتمده عندي كتجيني سهله دغيا كنربح فيها الوقت. كندير الخط المستقيم ديالي وكنعاود نحط صبعي في القنيت من الجهه اللي من لهيه وكنطوي البريوه تاعي وكنستمر بهذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. حاولوا معها غير بشويه بالخاطر. الا جاتكم العجينه كثيره حاولوا انكم تقطعوا منها شويه. جاتكم قاده وصافي راه هي هذيك. وكتستمروا بهذه الطريقه حتى تكملوا الحشوه تاعكم كامله. تقريبا نص كيلو ديال الورقه غيجيكم هو هذاك غيجيكم هو هذاك في هذه الحشوه اللي انا عطيتكم. بالنسبه للجهه اللي قلت لكم كتكون مقوسه ما تضيعوهاش، غادا نخدم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كنطوي الجنب اللي غتخافوا منه. حاولوا انكم تطويوه هو الاول. انا خليته باش يجمع لي الحشوه. نبداو على بركه الله. كنحط شويه ديال الحشوه في الطرف وكنستمر بنفس الطريقه اللي درت بها البريوات العاديين الاولين. غير هنا كنرد هذاك الجنب اللي مقوس اللي انا غادي يجيني زايد مثلا في البريوه كندخلو فوق من الحشوه. عاده كنكمل البريوه تاعي يعني كنشكل مستطيل وكنكمل.
الا ما جاتكمش البريوه مقاده عاودوها من الاول، عاودوا حلوها وعاودوا جمعوا القنيتات باش كتجيكم مقبوطه وما تخرجش لكم الحشوه. الا بقى لكم طريف تاع الورقه خارج ردوه هكاك بالصبع تاعكم دخلوه وكتجيكم البريوه بحال المستطيلات اللي درنا في الاول. غير تبتوا هاد القنيت الاخر مزيان باش ما تعاودش تحل لكم البريوه. كنجمع على هاد الشكل، ما كتاخذش منكم وقت كتير، كيبغيو الخاطر بزاف البريوات. غير ايدكم كتطلق على الخدمه صافي راه كيجيوكم ساهلين. كنعاود نحط وحيده اخرى. كنتمنى الشرح يكون واضح. كنحط شويه من الحشوه تاعي، كنحاول دائما نخلط شويه تاع الدجاج وشويه تاع الشعريه باش ما تبقاش لكم الشعريه في الاخر، او يبقى الدجاج لانه كيكون ثقيل غتهزوا الشعريه بزاف ويبقى لكم في الاخر الدجاج. دائما وازنوا بين الحشوه، تهزوا شويه من هنا وشويه من هنا في اي حشوه عندكم، سواء هذه سواء وحده اخرى، بحال يعني نفس الخدمه. كنحط صبعي في القنيت ديال الورقه وكندخل الشعريه ما نخليهاش خارجه، حيت لا قليتوها في الزيت غتحرق لكم الشعريه لا بقات برا. وكنستمر بهذه الطريقه، كنجمع القنيتات وكنبقى كنديها على اليمين وعلى اليسار، والقنت اللي بقى ليا كندخلو في هذاك الجويب اللي كيبقى في الاخير صافي. وكتكون هذه البريوه تاعي. دائما جمعوا القنيتات، غير كتعاونوا كتجمعوا لها القنيتات راه كتجي مطويه من داك الشيء رائعه. ومازال ان شاء الله غنوريكم السيجارات حتى هما كيفاش كنقادوهم بطريقه سهله وزوينه اللي ما غاديش تخلي الحشوه تخرج لكم من الورقه ان شاء الله. كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، هاد شويه تاع الورقه اللي بقى ليا تندخلوا في شي وصفه اخرى ان شاء الله. غير هي الورقه ما كتبغيش تبقى بزاف، يعني الا باتت الصباح خدموا بها. كنحاول نحتفظ بالبريوات ديالي في شي بواطات بحال هكا تاع البلاستيك. هذه كفكره اولى كنعطيكم الافكار تاع التخزين. طرفوهم مزيان في هاد الطويصات بحال هكا، كيكونوا كناخذوا فيهم كفته اولا فرماج اولا كيتباعوا تقدروا تشريوهم. هذه كفكره اولى. الفكره الثانيه، خديت هنايا كميه اللي غادا نطيب البريوات اللي غادي يكفاوني في الوجبه اللي انا بغيت نحضر. كندهنهم مزيان بشويه تاع الزيت وكندخلهم الفران اللي انا سخنته من قبل. كيف قلت لكم الا كانوا مجمدين كتخرجوا من الكونجيلاتور نيشان، كدهنهم بشويه تاع الزيت، يا اما كتقليوهم مباشره في الزيت اولا كتدخلوهم الفران، كيجيو بنفس النتيجه. صراحه حتى في الفران كيجيو زوينين وصحيين، ما كيشربوش الزيت بزاف. الفكره الثانيه اللي كندير او الطريقه الثانيه اللي معتمده عندي في التجميد، كناخذ البريوات تاعي كنستفهم بحال هكا فواحد البلاطو تاع البلاستيك اولا تاع لينوكس اللي متوفر عندكم. كنستف البريوات اللي عندي وكندخلهم المجمد حتى كيجمدوا مزيان، ومن بعد كنخرجهم وكنديرهم في شي طويصه، شي سوبيره تكون عندكم هكا مسطحه ما تاخذش بلاصه كبيره في الكونجيلاتور، وكنخليهم يتجمدوا على خاطرهم. مني كتبغيوهم كيجيوكم ساهلين في الاستعمال، وحتى الورقه تاعكم ما كتقطعش. يعني هذه الطريقه كتخليكم تحتفظوا بالبريوات تاعكم مده اطول وكيبقاو مزيانين ما كيتقطعوش، ما كتخرجش لكم الحشوه ملي كتبغيو طيبوهم. صافي من بعد ما استفتهم بهذا الشكل كندخلهم الكونجيلاتور. انا خليتهم باتوا ليله كامله، من بعد خرجتهم الغد يعني خرجتهم وجمعتهم في واحد السوبيره وعاودت رجعتهم للمجمد. كيبقاو حتى اسبوعين ما كيخسروش. كينفعوا صراحه بحال العشاء خفيف او مرافقات لشي طبق رئيسي، كيجيو زوينين. بالاخص الا درتوهم صغيورين صغار من هذا الحجم اللي درت انا، كيجيو مرافقين لطبق رئيسي. في رمضان عاوتاني كنديروا طبق رئيسي شي وجبه مثلا اللي كتكون غنيه وكتحطوا معاها في طبيصلات صغار هكا بريوات مقليين او طايبين في الفران باش يكونوا صحيين. وكيكون هذا هو الطبق تاعنا اليوم. كنتمنى انكم تخليوا لي رايكم في التعاليق. اللي جديده عندي في القناه كيف العاده مرحبا بك، كنتمنى انك تابوناي عندي.
شجعوني بلي لايك وخليوا لي تعليقاتكم الزوينه. وإلا عندكم شي فكره او وصفه باغيين نحطها لكم ان شاء الله في القناه، خليوا لي غير تعليق، وان شاء الله غدا نشارك معكم الفيديو. غتسمعوا القرمشه تاع الورقه ما شاء الله طايبين غير في الفران، جاو بحال مقليين في الزيت، جاو الصراحه لذاذ اللي ذاقهم كياخذ الوصفه. داكشي علاش قررت اني نصورهم ونشاركهم معكم في القناه. ان شاء الله غنصوب حتى البريوات، ماشي بريوات، غنصوب معكم بساطل ان شاء الله، نصوب بسطيلات صغار غنشاركهم معكم حتى هما ان شاء الله في شهر رمضان الكريم. تاع الدجاج وديال الحوت بشكلين. نصيحه ملي تبغيو طيبوا البريوات او بسيطلات صغار طيبوهم في اخر دقيقه، ما تخليهمش يبردوا، او لا طيبوهم مثلا نص طيبه وخليو لهم تحمار من يقرب ان شاء الله، تحطوهم فوق من الطبله عاد كملوا لهم الطياب ديالهم. كتقدروا تزوقوهم بطوماط سوريز كتجي حتى هي معاهم غزاله هكا، وريقات تاع الربيع. كيبقى التقديم اختياري على حسب الرغبه. هذا هو الطبق تاعنا اليوم. غتسمعوا معايا القرمشه ديال الورقه ما شاء الله جات مقرمله، ولكن راه كيف كيطيبوا كيتحطوا في الطبله ما خصهمش يبقاو يبردوا. الا بردوا عاودوا سخنوهم يا اما في بانيني او رجعوهم شويه للفران، كيرجعوا عاوتاني بنفس القرمشه. الورقه شحال ما كانت زوينه شحال ما كانت صادقه وكتبقى لكم مده اطول، يعني واخا كيبردوا شويه كيبقاو مقرملين. انتظروا مني ان شاء الله وصفات اخرى غنشاركهم معكم باذن الله. كيكون هذا الفيديو تاعنا اليوم. تحيه مني لكم والى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.